بص يا سيدي، في افلام كده مهما تتفرج عليها عمرك ابدا ما تزهق منها. افلام شكلت جزء من ذكرياتك وبتعرف تطلع منك الضحكه. تعال اخدك من ايدك ونرجع لسنه 2004. انت معاك فكره فيلم عن ضابط بيتم تكليفه بمهمه في جامعه خاصه منتشره فيها تجاره وتعاطي المخدرات. لاول وهله الفكره هتاخدك للقالب البوليسي الممزوج بالاكشن مع بعض التاتشات الدراميه، ودي كانت الحاجه الاوقع. انما الفيلم بتاعنا النهارده عمل لك خلطه مختلفه تماما. عمل كده زي طبق الكشري، كل حاجة فيه ملهاش علاقة ببعض بس طعمه حلو جدا. فيلم بوليسي كوميدي درامي بسيط بيعيشك رحلة فيها هتضحك وهتتأثر وتتفاعل مع الشخصيات، وفي نفس الوقت الفيلم رغم بساطته إلا إن فيه بعض الرسائل المبطنة، وكمان اتنبأ بظاهرة بقت منتشرة دلوقتي بشكل كبير. ده غير الشخصيات والمشاهد الأيقونية اللي قدمها لك الفيلم، واللي أصبحت جزء لا يتجزأ من صفحات الميمز والكوميكس. والفيلم كان مليان إفيهات عايشة معانا لحد النهاردة وبنرددها، برغم إن الفيلم أصلا معتمد على كوميديا الموقف زي ما هشرح لك كمان شوية. من غير رغي كتير، يلا بينا نحلل واحد من أجمل أفلام الكوميديا في الألفينات. جهز فنجان قهوتك ودوس لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ.